وانتم المرأة المغربية تروح للخليج باش يرجعوها حاشاكم طوالات يبولوا يخراو فيها معكم. السلام عليكم ورحمة الله. انهيار وجنون الإعلام الجزائري بعد التأهل التاريخي للبؤات المغرب والتأهل رسميا لربع نهائي كأس العالم للسيدات بعد الفوز الساحق على المنتخب الكولومبي والمرشح الأول لكأس العالم. وصوفيا باللمان تتطاول على لبؤات المغرب بعد هذا الإنجاز التاريخي. شاهد ماذا قالت. ولكن قبل أن نبدأ، إذا كنت سعيد وفخور بالإنجاز التاريخي لسيدات المغرب وتتوقع أنهم سيصلون للمربع الذهبي كما فعل أسود المغرب في كأس العالم بقطر، فاضغط إعجاب بالفيديو وعطر فمك بذكر الله والصلاة والسلام على نبينا الكريم. بعد خسارة المنتخب المغربي أمام المنتخب الألماني في افتتاح كأس العالم للسيدات بنتيجة ثقيلة، خرج الإعلام الجزائري وسخروا من سيدات المغرب ووصلت الشماتة لأقصى حد. ولكن بعد هذا الانتصار التاريخي اليوم للبؤات المغرب بالفوز الساحق على المنتخب الكولومبي والمرشح الأول لكأس العالم والذي استطاع أن يتغلب على ألمانيا وكوريا الجنوبية، ولكن يعود المنتخب المغربي من بعيد ويسحق المنتخب الكولومبي وتتعادل ألمانيا وكوريا الجنوبية اليوم، لتحقق المغرب إنجاز تاريخي وتتأهل لدور 16 من كأس العالم للسيدات. فقد جن جنون الإعلام الجزائري، فقد دخلت على الخط الإعلامية الجزائرية صوفيا باللمان وأدلت بتصريحات مسيئة ضد سيدات المغرب، وقالت: لا يوجد لاعبة في المنتخب المغربي أفضل مني في كرة القدم، فأنا شاهدت المباريات الثلاثة والتي خاضهم المنتخب المغربي النسوي، فقد فازوا على كوريا الجنوبية بالحظ، واليوم لم يستحق المنتخب المغربي الفوز، فقد لعب الحظ والتوفيق دوره اليوم في تأهل المنتخب المغربي للدور القادم، ولن يستمروا كثيرا وسيخرجون من الدور القادم لا محالة. فيما دخل على الخط أسطورة الكرة الجزائرية علي بن شيخ وأدلى بتصريحات بقناة الهداف الجزائرية منذ قليل وقال: أبارك للبؤات المغرب فهن يستحقن هذا الفوز، وهذا إنجاز تاريخي لا ينكره إلا كل جاحد. أنا توقعي الشخصي أن لبؤات المغرب سيصلن للمربع الذهبي كما سبقهم أسود المغرب واستطاعوا إحراج كبار المنتخبات العالمية في كأس العالم الماضية. في النهاية، إذا كنت فخور وسعيد بالإنجاز التاريخي لسيدات المغرب فيرجى الإعجاب بالفيديو، ولا تنسى الاشتراك بالقناة ليصلك كل جديد.